لو في شخص اتسلى بيك وعايز تاخد حقك شوف الفيديو ده. لما شخص يتسلى بيك والموضوع يفوت وتكتشف ان هو كل ده كان بيتسلى بيك وان انت كنت شخليلة وخارج من الموضوع مأذي وعايز تاخد حقك، اعمل الحركة دي. اولا هتروح تسلم على الشخص ده عادي جدا، ازيك عامل ايه فينك مختفي، او هتعمل له ريبلاي على اي ستوري، المهم ان يحصل بينكوا كلام. طبعا هو ساعتها هيستغرب لانه هو عارف ان الموضوع خلصان وان انت خارج منه مأذي، فهيقول هو ازاي بيسلم عليا عادي كده. بعدها هتتكلموا بقى عن حياتكوا شوية، رحت فين جيت منين حصل إيه الفترة اللي فاتت وكل ده. أكيد بقى في نص كلامكوا هو هيكون عايز يفهم، فهيبدأ ينكش في القديم عشان يفهم انت مالك فيك ايه، وكل ده في ملعبك انت. ساعتها هتقوله بقولك ايه، هو انت ليه بتفتح في القديم؟ هما يومين اتسلينا فيهم شوية وخلاص، لكن ما تحلمش ان يكون فيه اكتر من كده. هيقولك اتسلينا؟ يعني انت كنت بتتسلى بيا وانا كنت بالنسبة لك تسلية يعني ولا ايه؟ وده كده اول هدف انت سددته، ان انت اللي كنت بتتسلى بيه مش هو، وان انت ما كانش مضحوك عليك. فهتقوله ايوه يا ابني كنت بتسلى، هو انت فاكر ان احنا كنا مرتبطين بجد؟ وانا كنت فاكر ان انت كمان حابب ده، معرفش ان انت كنت هتتضايق يعني. انا لو هرتبط بحد مش هقعد اخرج معاه واتسلى معاه ونتكلم ونحكي، كنت هرتبط بيه ارتباط رسمي على طول. ولو انت بتتكلم في القديم عشان نرجع لبعض فتأكد انه مفيش داعي، لان خلاص انا لما بتعرف على حد بعد يومين الفضول بيروح من ناحيته وبحس ان احنا زهقنا وان مفيش حاجة جديدة نعملها خلاص، فبقى عايزة اتعرف على ناس جديدة. ساعتها الشخص ده هيعرف ان مقامه عندك هو اللي هو حطه قدامك. انت بتتسلى بيا، فانت اخرك ومقامك عندي ان انا كمان بتسلى بيك، وده مقامك عندي اللي انت موضحهولي، انا ما جبتش حاجة من عندي، مش هديلك اكتر من مقامك. هو جايب قيمته قدامك وبيقولك انا قليل وبتسلى بالناس ومش راجل ومفيش حاجة حلوة فيا، ليه تديله أعلى من قيمته؟ ليه تعتبره بني آدم عايز تكمل معاه حياتك وهو أصلا مش معتبر نفسه بني آدم وبيقولك أنا بتسلى؟